من شبرا. اتفضل يا محمود، مساء الخير. الو، مساء النور. ازيك يا استاذ معتز؟ اهلا بيك، اتفضل. بعد اللي انا شايفه دلوقتي وبعد اللي العالم كله شايفنا فيه وشايف مصر فيه، ماليش غير ان اقول حاجه واحده: ولا يوم من ايامك يا مبارك. بعد اللي بيحصل فينا دلوقتي. ليه بقى؟ ليه يا استاذ معتز؟ يعني قول لي ليه، افصح عن اللي جواك. الاخ طالع يقول لك انا هبقى رئيس جمهوريه، انا سرقت. ايه ده، انت رايح فين يا عم محمد؟ طب انت بقول لك انت. طب بقول لك ايه، ده بيختلف معاك في الراي، ايه المشكله؟ انت ما بتحبش تختلف، ما تحبش تختلف في الراي. طب افرض بقيت رئيس مصر واحد اختلف معاك، هتسيبه وتمشي؟ الواحد بيقول له يا عم اقعد مكانك. طيب ما تاكلوش. لو قدامي شارون اقول له اتفضل يا حاج شارون. يا استاذ راشد اقعد. طيب الله، ازاي تبقى مرشح نفسك وخلقك ضيق يا راجل؟ لا ولا خلق ضيق. طبعا. واحد كان طاحنا يدي الغاز لعدوه في يوم من الايام، اتضرب بيه انا وعيالي وعيالك، ويقول لي مبارك. طب ما هو مبارك بيتحاكم دلوقتي. مبارك مين؟ مباركه عليها. مباركه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طيب على كل حال شكرا يا محمود. شكرا يا عم محمود حسن حمد. ما كملتش. لا ما نتريقش على. ما انا زعلان دلوقتي. مبارك مين يا استاذ معتز؟ انت كل شويه بتزعل، ما تزعلش. عمر من المنيا، اتفضل يا عمر. ايوه، السلام عليكم يا استاذ معتز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز ببعت رساله للمجلس العسكري، بقول له انت تساهلت وخلفت النص الماده 4 من الاعلان الدستوري في مجلس الشعب. نرجو ان يكون رئيس مصر على مستوى عالي جدا يليق بمصر وبمكانه مصر وبتاريخ مصر. احنا بنحترم كل الاخوه المرشحين، ولكن لابد، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. دي مصر يا معتز بيه، مش لا مؤاخذه، مش قريه ولا عزبه عشان اجي اعمل عمده عليها. تاريخ مصر تاريخ عظيم. احنا النهارده طالعين من نجبه ندخل في مصيبه. مش ممكن اللي بيحصل ده في مصر يا معتز بيه.